مع دخول المدارس مفيش احلى من انك تعملي الفطاير دي وتديها لاولادك في دخول المدرسه. بجد جميله وسهله جدا. انا امنيه سامي، اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. وصفتنا النهارده هي عمل فطاير محشيه سهله وسريعه جدا ومكونين بس، واجمل ما فيها انها هشه جدا وطريه جدا، تنفع للمدارس، تنفع للشغل، للفطار الصبح مع كوبايه الشاي بلبن. بجد خطيره جدا. فتعالوا معايا عشان نشوف الطريقه بالتفصيل. اول حاجه قبل ما نعمل اي معجنات لازم نختبر الخميره بتاعتنا عشان ما نقعدش نعجن وفي الاخر نكتشف ان الخميره بتاعتنا كانت بايظه. اول حاجه بنجيب حوالي ربع كوبايه من الميه الدافيه مش السخنه، الخميره مع الميه السخنه بتبوظ. ميه دافيه زي دمعه العين. ناس كتير ما تعرفش يعني ايه دمعه العين، يعني ميه تقدري تمسكيها عادي، لا هي سخنه ولا هي بارده، بتبقى ميه دافيه تماما زي ما بتديها للبيبي بالظبط. هنحط عليها معلقتين صغيرين من السكر وكيس الخميره ونسيبها لحد ما نشوفها نفشت ونتاكد انها نجحت معانا. هنا انا قلت عقبال ما الخميره تجهز هبدا اجهز الحشوه بتاعتي. قلت هعملها بالجبن، الحشوه دي ترجع ليكم، ممكن تعملوها بالبسطرمه، باللانشون، بالفراخ. انا هنا قلت اعملها بالجبن علشان تنفع للفطار. بحب اجيب نوع الجبنه بتاعتي عادي واقطع عليها شويه من الزيتون وشويه من الفلفل. برضو تقطيع الخضار على الجبنه ده اختياري. في ناس بتحب تقطع بقدونس، ناس بتحب تقطع شبت. احنا بنحب هنا الفلفل والزيتون. نهرسهم بقى كويس جدا مع بعض ونسيبهم على جنب عقبال ما نجهز العجينه بتاعتنا. العجينه بتاعتنا بسيطه جدا. بجيب 4 كوبايات من الدقيق واحط عليهم كوبايه الخميره بتاعتي. شايفين الكوبايه الخميره بتاعتي نفشت، عملت بابلز كده يبقى هي ناجحه. هنزل بيها على الدقيق. والمكون التاني بتاعي هو الزبادي. بحط كوبايتين من الزبادي وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وابدا بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعض. هنا انا حسيت ان العجينه بتاعتي محتاجه شويه من الميه فزودت عليها ربع كوبايه من الميه. برضو ده رجع لنوع الدقيق. ممكن برضو لما تيجوا تستخدموها انتوا تلاقوا ان العجينه لمت معاكم وما تحتاجش الميه خالص، وتستكفوا بالسوائل اللي هي بتاعت الزبادي وبتاعت الميه اللي حطوها في الخميره. هنا العجينه بتاعتي بقت كده تمام ولمت معايا، واهم حاجه تكون فيها مطاطيه شويه، فيها مطه شويه وتبقى بتلزق شويه في الايد. هنا كنت سبتها ساعتين، غطيت عليها وسبتها ساعتين لحد ما خمرت معايا زي ما انتم شايفينها كده. هنا ببدأ بقى احط دقيق على الرخامة بتاعتي وابدأ اخد قطعة من العجينة وافردها كويس بالنشابة، بس اهم حاجة يكون سمكها تخين شوية. وبعدين بجيب اي غطا برطمان عندي يكون كبير وابدأ اقطع العجينة لدوائر صغيرة، وبعدين ببدأ اخد الحشوة واحطها في النص واقفل العجينة زي ما انتم شايفينها كده، وابدأ اقفلها كويس جدا زي الكورة. طبعا هي العجينة عشان هي طرية جدا فبتقفل معايا بسهولة. وبعدين بجيب الصينيه اللي هحط فيها العجينه وارشها رشه زيت كويس جدا، وابدا بقى انزل بيها بالقرص بتاعتي وبططها وهي في الصينيه كده. وبرده مش هسوي الصينيه دلوقتي، بسيب العجينه ترتاح شويه لمده نص ساعه. هنا خلاص كان عدى نص ساعه. ببدا اجهز بقى الصوص اللي هدهن بيه وش العجينه. بجيب بيضايه ومعلقه كبيره من اللبن ومعلقه من النسكافيه. النسكافيه ده بيمنع زفاره البيض تظهر، وكمان بيدي لون حلو جدا للفطاير. بحط معلقه صغيره من النسكافيه واضربهم كويس جدا مع بعضهم كده. زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي نفشت. هبدا بقى انزل بالصوص بتاعي ده بالراحه، ما بضغطش على العجينه، مش عايزاها تهبط تاني. بدهن بيها وش الفطاير كده. هبدا بقى ده اختياري طبعا. ببدا انزل بشويه حبه البركه وحبه من السمسم وادخلهم فرن يكون سخن جدا. بياخد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه لحد ما وشها معايا يحمر كويس قوي. اهم حاجه اول فطاير ما تخرج من الفرن بكون مجهزه حله كبيره بحط فيها الفطاير واغطي عليها علشان تبقى طريه معايا. لو سبتوها بره في الهواء كده بتنشف ومبقاش حلو. بس هي دي الطريقه وسهله وبسيطه جدا. شايفين طلعت لي كميه قد ايه؟ طبعا ده غير ال5 6 7 اللي اتاكلوا عشان نتاكد بس ان طعمها حلو. يعني شايفين انا بوريها لكم بدوس عليها هشه جدا 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 وطعمها اكتر من الرائع. وشايفين من جوه عامله ازاي هشه ومنفوخه جدا من جوه وطريه. بجد كانت خرافه وبسيطه وسهله جدا وغير مكلفه. قلت لكم مكونين بس، بجد لازم تجربوها. بعد ما بتبرد خالص ممكن تحتفظوا بيها في اكياس في الفريزر وطلعوها وقت الاستخدام على قد اكلكم بالظبط. يلا تشجعوا كده وقوموا اعملوها. انا متاكده ان اولادكم هيحبوها جدا. وشوفوا انتوا الحشوات اللي انتوا بتحبوها واحشوها بيها. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. واللي نفسه في اي وصفه او اي طريقه يكتب لي في الكومنت وان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده.
سلام.